مع كل مرة بتفطر فيها في حكاية انت مش واخد بالك منها. الحكاية بدأت في مستشفى باختراع جيب الغلط، بس فجأة بقى أكتر فطار الناس بتبدأ بيه يومها على مستوى العالم. بس ازاي غلطة بسيطة من أكتر من 100 سنة خلت العالم كله يصدق إن الطبق ده هو الفطار؟ طب واحنا صدقنا وبدأنا نفطر على فكرة مش بتاعتنا أصلا. الفيديو ده هنشوف ازاي خناقة بين اتنين اخوات حولت وصفة عادية لإمبراطورية بالمليارات، وازاي وهم الأكل الصحي دخل بيتك من غير ما تاخد بالك. دي قصة فكرة اتزرعت في دماغك من غير ما تسأل هي ليك ولا متفصلة على حد تاني. كل يوم الصبح في ملايين من البشر، انا اسف مليارات من البشر، بيصحى على صوت المنبه بتاعه، يجري على المطبخ يفتح علبه يفضيها في طبق وينزل عليها بشويه لبن يا سخن يا ساقع. بس ما حدش فيهم بيسال مين اللي اخترع الاختراع ده واخترعه ليه. الكورن فليكس كان جزء من معركه ما بين اتنين اخوات، واحد شايف نفسه هينقذ البشريه والتاني شايف نفسه راكب التسلا وبيكروس ومشغل اسلام كابوب. ازاي فكره بسيطه حصلت من غلطه في موقف، وازاي نفس الفكره دي دمرت علاقه ما بين اخين للابد. وانت بتاكل شويه الكورن فليكس اللي جايين بتوعك خلي بالك لانك بتشارك في جزء من مؤامره عمرها اكتر من 130 سنه. في اواخر القرن ال19 في ولايه ميشيغان الامريكيه، في مكان غريب شويه شبه المستشفيات بس هو مش مستشفى، باتل كريك سانيتيري، حاجه ما بين المستشفى والريزورت، منتجع بيستقبل ناس اغنياء جدا ومهمين جدا جدا جايين يتعالجوا من بعض المشاكل او بعض الاضطرابات. بس تفتكر مين كان مدير المنتجع؟ دكتور اسمه جون هارفي كيلوغ. جون كان ليه شويه افكار ليها علاقه بالاكل والدايت والصحه، حاجه كده زي كابتن حسين انفورما في زمان. والراجل ده كان مؤمن ان اغلب امراض الانسان سببها الاكل، وقرر يكرس حياته كلها للتوعيه بالاكل الصحي والمفيد. يعني ابعد عن السكر، ابعد عن الملح، خليك في البروكلي والكركم. ومن هنا بدا يعمل اكلات يبان على شكلها ان هي ممله، من غير بهارات، من غير سكر، من غير ملح، لكن من جواه هو حاسس ان هو بينقذ البشر حرفيا. بس اللي حصل بعد كده ما كانش متخطط له اطلاقا. في يوم من ذات الايام دخل جون مع اخوه ويل في المطبخ، لا واحده واحده عليها منجوب. هو مين ويل اللي ظهر في الحدوته ده؟ انا ما قلتلكش. ويل كيلوغ الاخ الاصغر لجون، ويعتبر كان المساعد بتاعه في الفتره واللي هيسوي الهوايل في الحدوته بتاعتنا. بقول لك يا ويل يلا بقى عشان نعمل الوجبات بتاعت النوزه. ويل جه جاري، بداوا يجهزوا الوجبات، ولكن في غلطه بسيطه حصلت. كانوا بيعملوا شويه عجين سهي عليهم وسابوا العجينه في الهواء الطلق. رجعوا بعد كام يوم هوب يبص لقى العجينه ناشفه جدا. جون قال له خلاص تعالى نحطه تحت الرولر، وهي عباره عن مكنه لفرد العجين ونشوف ايه اللي هيطلع. فجاه يخرج معاهم حاجه غريبه جدا، شرايح صغيره متكسره وشبه القش، وده كان اول فليك ظهر للبشريه. واحد من الاثنين قال للتاني خلاص دي مش مقصوده تعالى نرميها. مسك ايده وقال له ترمي مين؟ حد يرمي النعمه. اختراع ما كانش مقصود بس هيغير شكل الفطار للابد. جون قال لك احنا نجرب نحطه للناس اللي في المستشفى، وقال لك ده اكل صحي وما فيهوش اي مشاكل، بس كل انت وجرب. النزله ده وقالوا له ايوه يا دكتور هو فعلا ما فيهوش اي مشاكل، بس ما فيهوش لا طعم ولا ريحه ولا لون. هتفرج يا دكتور كده وتدينا حته لحمه ملبسه. وده طبعا كان من رابع المستحيلات بالنسبه لجون. جون شايف ان ده اكل صحي وهيساعد بيه المرضى اللي موجودين في المستشفى، اما الاخ ويل قاعد هناك وشايف حاجه تانية خالص، شايف فرصه. راح لجون اخوه قال له احنا ممكن نبيع. يا نهار ابيض، كارثه. جون انفجر فيه وقال له نبيع ايه؟ ده مش مشروع تجاري، ده احنا بنستخدمه كعلاج للمرضى بتوعنا. ويل يقول له طب ليه لا يا جو؟ ما الناس بتحبه، ما احنا ممكن نشتغل عليه ونطور فيه، يعني مثلا ممكن نضيف له شويه سكر. جون قال له ده السم الابيض على جثتي لو ده حصل. بس كده الاخوات اختلفوا، واحد شايف العلم والصحه والدايت، والتاني شايف السوق والفلوس والعربيه التكسي. الكورن فليكس فضل يتقدم للمرضى زي ما هو، لكن ويل ما نسيش الموضوع وبدا يتشكل في دماغه مشروع تاني خالص، ما فيهوش اي قيود، ما فيهوش دايت، بس فيه سكر كتير وفلوس بس ده كده الاختراع اللي اتولد بالصدفه هيتحول لاداه حرب ما بين اخين، والمعركه لسه في اولها. وبحلول سنة 1906 قرر ويل كيلوغ ياخد أكبر خطوة في حياته، خطوة ما قالش لأخوه عليها، خطوة خدت الفليكس من أوضة في مستشفى وحطته على رف في سوبر ماركت البركة اللي تحت بيتنا. أسس شركته الخاصة ذا باتل كريك توستد كورن فليك كومباني. أنا خدت وقت عشان أقولها على بعضها، وبالمناسبة ده أول اسم للشركة اللي موجودة لحد النهارده. ويل جاب 44 موظف، أكيد ما تسألنيش اشمعنى الرقم ده. بدأ الإنتاج على نطاق واسع، وزع في ولايات كتير، كتب على العلبة لذيذ وصحي. جون شاف العلبة الأول، بص اللي مكتوب عليها وقال لك ده كمان بيحاول يسوق إن هي صحية. فين المبادئ؟ فين الشفافيه؟ فين الصدق؟ والتاني طبعا داير في دماغه فين الفلوس وفين الصفقات، ومفيش في دماغه غير فكره واحده بس، انا هخلي البلد كلها تفطر. بس الغريب ان الناس حبت الفكره. الكورن فليكس بقى ترند الترندات في زمان، الستات بدات تشتري بالكراتين، والعيال الصغيره بتاكله من غير لبن، بياكلوه كسناك زي قلبص. والحاجه اللي كانت معموله عشان تساعد الناس بتستخدم استخدام تجاري بحت، مع كامل اعتذاري على كلمه بحت. بس في ظل الهيلومان ده جون وضعه ايه؟ اخوه بيعمل شركه باسم المنتج اللي هو اخترعه ويضيف عليها السكر واللي هو بالنسبه له العدو الاول والاخير. لا ده انت تستنى انذار على قد محضر يا ويل. العركه لو بدات الكل هيزعل، وبدات. جون رفع قضيه على ويل اللي هو اخوه اللي من لحمه ودمه، حصل عايز يمنعه من استخدام اسم كيلوغ على العيله. الاسم ده يخصني انا مش هنا يا ابني، ما انا اخوك، ما احنا من نفس العيله، الاسم ده يخصني انا كمان. قال له لا الاسم ده يخص، والاثنين وقفوا قدام القاضي. ويل بيقول انا اللي فتحت المصنع وطورت الوصفه، وجون بيقول انا اللي اخترعتها واكتشفت. القاضي هو اللي يحكم. حكمت المحكمه حضوريا باحقيه ويل بالاسم والشركه. اوف 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 ضربه قاسيه. كيلوغز بقت شركه رسميه، والاخين انفصلوا رسميا عن بعض. جون مكمل في المستشفى بتاعته، ويل بيبني امبراطوريه هتفطر العالم كله بعد شويه، وده لان كان في فكره
عبقريه من وجهه نظر ويل تخلي الناس مش بس تاكل الكورن فليكس، ده هيستنوا العلبه اللي جايه بفارغ الصبر. يلا نبدا نسوق الكورن فليكس، لان ويل كانت دماغه حلوه قوي في البيزنس، كان شايف حاجه في الوقت ده محدش غيره شايف. مش كفايه يبقى عندك منتج كويس، لازم تخلي تايم وكندا يمسكوا في ديل ماما في السوبر ماركت ويقولوا لها احنا مش هنتعتع من هنا لما نجيب الكورن فليكس. نعملها ازاي؟ تيجي نعمل حمله تسويقيه، اشتري العلبه وهتلاقي جواها هديه. يعني انا طول عمري فاكر ان الشمعدان هو اول واحد عملها، يعني الدوده والبوم الشمعدان مش هم البدايه. العيال الصغيره اتهبل، هياكل اللي بيحبه وكمان يلعب، والاطفال وقتها ادمنوا الكورن فليكس، وتايم وكندا فرضوا رايهم على ماما. وبكده ويل كيلوج ضرب عصفورين بفليكس واحد، زود المبيعات بشكل مرعب، خلق عاده عند الاطفال ان الفطار لازم يبقى ممتع. طول عمر الفطار عندنا بيضتين وحته جبنه نسبي. ويل كان شايف حاجه ثانيه خالص. الجرايد وقتها بدات تكتب ان كيلوجز هي ماركه الاطفال، كل طفل عايزها وكل ام مضطره تشتريها. بس الشطاره مش انك توزع هدايا، الشطاره انك تخلي الناس تفتكر المنتج بتاعك من غير حتى ما يفكروا. ده اللي هو بيقول عليه البوزيشننج يا منجوجو، حاجه شبه كده. تفتكر مين اللي هيساعدهم في شويه مندوبين مبيعات وسط صلاح والمجد يديهم كورس ونولع الدنيا؟ لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. ده مش انسان اصلا، ده ديك واسمه كورنيليوس. بس ازاي الديك ده غير شكل الفطار في العالم كله؟ كل منتج ناجح في الغالب لازم يبقى ليه وجهه، يعني ويجز مع سامسونج، بيسو مع بلبن، مانجو مع الفود والسناكس. بس كيلوجز قرر ان الواجهه بتاعته هتكون الديك كورنيليوس. قال لك هو الديك معروف بيه انه بيصحي الناس من النوم. الراجل الديزاينر الشقي قال لك احنا نربط المنتج بتاعنا يبقى الديك هو الواجهه بتاعتنا. وبكده ظهر اول ديك على علبه الكورن فليكس سنه 1958. والدعايه الجباره اللي اتعملت في الوقت ده خلت المنتج ما يتنسيش، مش مجرد علبه اكل، ده مرسوم عليه شخصيه بتقول لك قوم يا منجوج وافطر وانجوي يور تايم. حتى لو جون كيلوج نفسه كان ضد فكره الاستمتاع من الاساس، بس المتعه مش دايما كده. هتغمقها ليه يا منجوج؟ في منافسين شايفين النجاح وقاعدين على الخط بيسخنوا. في عركه تاني ولا ايه؟ دي عركه اكبر بكتير من عركه ويل مع اخوه. في حرب جديده هتبدا. في اي قصه نجاح لازم تلاقي واحد مراقب، بيراقب، يسجل وبيستعد. وكل ما كيلوجز كانت بتكسب ارج كان في حد تاني بيخطط ازاي هياخدها منها. سي دبليو بوست، رجل اعمال شاف الكورن فليكس ومراقبه خطوه بخطوه، وقال لك انا ممكن اعمل ده واكسب اكتر بكتير. والمعلوماتك العامه عزيزي المنجوجو، بوست كان واحد من نزلاء باتل كريك سانيتير يا جدع، بس زي ما بقول لك يعني اتعالج على ايد جون كيلوج نفسه. حصل وشاف الوصفه وهي بتتنفذ بعيد، وبدل ما يشكر جون كيلوج على وقفته معاه خد الفكره وسافر وفتح شركته الخاصه اللي كان اسمها ايه الشركه دي يا منجوجو؟ بوستيوم سيريال كامب، وعمل منتج اسمه جريب ناتس رغم انه ملوش اي علاقه لا بالجريب ولا بالناتس. بعدين نزل باول فليكس ليه واسمه بوست توستس، وابتدت المعركه التسويقيه. كيلوجز الاصلي بس بوست الابيض، كيلوجز من غير مواد صناعيه بس بوست طعمه جامد، وانزل باعلانات والاثنين عمالين يدبوا في بعض. اعلانات هجوميه جدا والاثنين بيحاولوا يحتلوا السوق بشراسه، بس الحقيقه ان الاثنين كيلوجز الاول، بوست في المركز الثاني. بس تفتكر ان بوست كان الوحيد اللي بيفكر في الغد؟ السنين اللي جايه هيدخل في مواجهات اخطر بكتير، مش بس مع المنافسين لكن في ازمات تانية كانت المنافسه بالنسبه لها فاتح شهيه. تقصد ايه؟ الحرب العالميه، دبابات، طيارات، قنابل. وسط كل الدوشه دي سؤال واحد بس بيراود كيلو، ازاي هنقنع الناس انها تفطر بالكورن فليكس بتاعنا في وقت استيراد الذره فيه شبه مستحيل والقمح بقى محدود جدا. بس كيلوجز هتقف. رجعوا للوصفه القديمه، بداوا يستخدموا القمح بدل الذره، يعملوا علب ابسط من غير هدايا، بداوا يسوقوا لها ان العلبه دي هي اللي هتديك الطاقه انك تكمل يومك سواء في الشغل او في الحرب. ده انت مش عايز تهدى راكب في اي حاجه انت. بدا يعمل صفقات ان الكورن فليكس بتاعه يكون جزء من وجبات الجنود. انت مش كنت بتاع اطفال؟ لك ندورها كده الفتره دي. وطبقا للموقع الرسمي بتاعهم عملوا في الوقت ده اكتر من 43 مليون قطعه فطار سريع مغذي وبيديك طاقه زي ما هم كانوا بيقولوا. الله الله الله. وقتها الناس هناك ما كانوش بيبصوا للكورن فليكس ان هو مجرد فطار، ده بقى رمز من الرموز. وفي الوقت اللي العالم كله كان بيخسر فيه كيلوجز كانت بتكسب فلوس وثقه الناس. بس النجاح الكبير ده دايما بيجي بسؤال، واتس نيكست؟ ايه اللي جاي؟ يا عم اهدى شويه، ده الحرب لسه خلصانه، انا لازم اغرق الكوكب كله. بداوا يتوسعوا بره امريكا، يفتحوا في كندا، استراليا، جنوب افريقيا، وبعدها البرازيل والهند. ده كده حرفيا غرق كل قارات العالم. ويل كان بيحاول يكسب الفطار العالمي، شوان يانج الصيني، ميسي الفرنسي، ودروجبا الجنوب افريقي، وكله بيفطر من نفس العجين. بس شوف يا اخي، رغم كل ده لسه السؤال موجود، واتس نيكست؟ ويل كيلوج بيوصل لاخر محطه في حياته في سنه 1951. ويل كيلوج بيتم 91 سنه قاعد في مكتبه بيراقب المصنع، شايف فكره عدى عليها عشرات السنين، حروب ومشاكل كتيره جدا، حلم وفكره اتاخدت من اخوه، والولد اللي كان بادئ مساعد وسكرتير بقى بيقود اكبر امبراطوريه للفطار في العالم. بس الحدوته انتهت، ويل كيلوج فارق الحياه. بس لحظه، دي ما كانتش نهايه القصه، دي بدايه قصه جديده خالص. اصل العالم اتغير، الناس اتغيرت، والاكل نفسه اتغير. في لعبه تانية خالص، والديك في الغالب هيدخل العيش. الاهتمام
الاهتمامات اتغيرت، الناس بقت شايفه الاكل بشكل مختلف، التسويق مش هينفع يفضل زي ما هو. كيلوجز فهمت اللعبه دي كويس وعرفت ان قوتها مش بس في الطعم. دخلوا عالم الاعلانات التلفزيونيه بقوه، كاريكاتير، حواديت داخل العلب بتاعتهم، شخصيات وشعارات مختلفه. بداوا يطوروا النكهات، شوكولاته، عسل، توت، ونكهات تانية كتير. كل ده كان بيحقق ارباح جباره. بس في حاجه حصلت احتمال تغير قوانين اللعبه. فاكر لما جون كيلوج كان ضد السكر؟ شكله كان سابق بخطوه. الناس بدات تنتبه لفكره الاكل الصحي وبداوا يسالوا سؤال مهم جدا: هو ده فطار صحي؟ الناس بدات تقرا المكونات، نسبه السكر، قعدوا يدوروا على كلمه طبيعي، هيلسي، والناس تكتشف اللي كانوا بيفطروا بيه بقالهم سنين عباره عن قرص سمسميه بتاع حلاوه الموت. ازاي بفطر بحاجه غرقانه سكر؟ اوبا، الاعلام بدا يهاجم. ازاي الاطفال بيبداوا يومهم على كميه السكريات؟ فين الالياف؟ فين البروتين؟ فين الفوائد؟ كيلوجز بقت في مأزق. اللي كان بيفطر اجيال بقى متهم رسمي. بس يا ترى كيلوجز هترد ازاي؟ هتنكر ولا هتنسحب؟ كيلوجز ما انكرتش الاتهامات، ولا حد طلع من عندهم قال لك احنا اسفين على السكر. بالعكس، قال لك ده في سكر بس هنزود كام كلمه على العالم: هاي ان فايبر، غني بالالياف، قليل السعرات، لو فات، بدون كوليسترول. ايه ده موجود؟ انا بقرا الكلام ده على اغلب العلب اللي بشتريها. دي خطه؟ كانهم بيقولوا بالظبط بص على الكلام ده وما تبصش على السكر. وكأن العلبه عايزه تقول لك انا مش مضر، انا متوازنه. زي ما في سكر في حاجات تانية حلوه، ولو قلبت العلبه هتلاقي نسبه السكر زي ما هي، بس رجلشتها لك بشويه جمل من اللي انت عايز تسمع. اي براند عايز يبان ان هو متجدد يغير تغليف، يغير شويه كلمات، ويكمل زي ما هو في نفس المنتج. وعلى فكره دي مش اول مره تحصل في صناعه الاكل، بس هم كانوا معلمين في الحته، عارفين ازاي يعملوا اعاده تقديم للمنتج بتاعهم بنفس الوصفه بنفس المكونات. بس الناس صدقت وكملوا اكل عادي. بس المنافسين ما صدقوا. عليا انا، احنا عاملين العجينه سوا. منافسين اكتر بكتير بداوا يدخلوا السوق، ومش داخلين يقلدوا كيلو، ده داخلين بطريقه وفكر مختلف خالص. منتجات كامله للبروتين العالي، حبوب للاطفال على شكل العاب، وجبات فطار سريعه بدون لبن، وكل شركه داخله بشخصيه اقوى من الثانيه. ودلوقتي انت يا منجوجه غلبان داخل السوبر ماركت قدامك 20 وكل علبه فيهم عماله تصرخ وتقول لك انا الصح، انا البروتين يا دبان، طعم اللي ما ينفعش تفوته. وهنا هم واجهوا المشكله الحقيقيه. اللعبه ما بقتش لعبه فطار، اللعبه اتنقلت للبراند اللي بيمثل نمط حياه. مش كفايه انك تبقى موجود، لازم تبقى محبوب، لازم العلبه اللي انا هشتريها تبقى بتتكلم بنفس اللغه بتاعتي وعارفه كويس انا محتاجه. بس لسه في سؤال مهم: هتقدروا تكملوا ولا خلاص راحت عليك جدا؟ احتاروا. قال لك انا مش هحاول ابين ان انا لسه صغير، بس هحاول اشاور ان انا بتطور. ماشي يا عم العميق، اللي جوه العلبه هو بس غيرنا شويه في الشكل، شويه العاب تناسب الجيل الجديد، قللوا سكر في بعض الانواع عشان يحاول يواكب الوضع اللي موجود. بس في وسط كل ده لسه في سؤال مهم جدا واقف في وشهم من اول يوم: هو الفطار المعلب او الفطار اللي بالشكل ده حاجه ضروريه بالنسبه لنا ولا احنا اتعودنا عليه؟ هوبا، ده بيلعبوا في الثوابت. تيجي نفتح الملف اللي محدش عايز يفتحه. واحنا فعلا محتاجين كورن فليكس في حياتنا؟ يعني ياسين وكندا لو ما كلوش كورن فليكس هيجرى حاجه في الدنيا؟ من اول ما بدانا الحكايه والناس بتاكل الكورن فليكس فاكره ان هي بتاكل حاجه صحيه، بس بعد قرن وربع الناس بدات تسال: هو احنا محتاجين ده فعلا ولا دي عاده وخلاص؟ الفطار المعلب كان حل كويس في عصر السرعه، بس احنا دلوقتي في عصر السرعه بلس 2. خبراء التغذيه ودكاتره الدايت بيقولوا لك لازم تبدا يومك بروتين طبيعي، شويه بيض، فول، خضار، والاكل بتاعك يبقى فريش مش محلل. بس السؤال المهم اللي عايزين نلخص بيه: ازاي منتج اتعمل بالغلط ولسه عايش فوق القرن وربع، لسه بيتحط على كل رف في كل سوبر ماركت، موجود تقريبا في كل بيت؟ ازاي حاجه اتعملت في الاصل كعلاج اتحولت لمنتج يعيش جوه ملايين البيوت؟ تفتكر ايه السر عزيزي المنجوم؟ انا اقول السر مش بس في الطعم ولا في العلبه ولا حتى في الجوائز، السر في العاده. الشركه دي قدرت على مدار القرن وربع اللي فات انهم يبنوا عاده يعني تكرار. يعني انت عزيزي المنجوم بتعمل حاجه كل يوم من غير ما تسال ليه. كورن فليكس بالنسبه لك بقى زي المنبه، فرشه السنان، كوبايه القهوه الماما. بس محدش بيقعد مع نفسه ويسال هو انا فعلا محتاج افطر كده؟ لهم كده منجوم. بس احنا اتعلمنا ايه يعني من القصه؟ ايه ده وانا المفروض اتعلم حاجه؟ بس كنت بتفرج عادي، معلش ممكن اعيد الفيديو عشان اراجع. لو رجعنا الاول القصه: اتنين اخوات في مستشفى بيدوروا على اكله صحيه، هوب ينسوا العجينه في المطبخ، العجينه تبوظ، هوب دي مش عجينه بايظه ده اختراع. والغلطه دي خلت العالم كله يفطر بشكل مختلف، خلت ملايين الاطفال يصحوا على صوت ديك ويرمشوا حاجات ناشفه مش عارفين اصلها. كورن فليكس اتولد في امريكا لاغراض معينه ساعتها، تحول مع الوقت لعاده ولعبه وتسويق وشيء بيفكرهم بالطفوله. واخد بالك من بيفكرهم؟ بس احنا كمصريين عمر فطارنا ما كان كده. احنا اتربينا على طبق الفول بالزيت الحار، السندوتشات اللي بتتحط في كيس بلاستيك وتربطه من فوق وانت رايح المدرسه، واحد جبنه بطماطم وواحد بيض. لكن المنتجات اللي زي كده عمرها ما كانت ليه، لكن كانت بتتقدم لنا على انها الاحسن. لكن لما بدانا نقرا ونفهم ونشوف اكتشفنا ان الفطار بتاعنا هو الصحي والافضل. الكورن فليكس كان حكايه كبيره قوي، بس الفطار بتاعنا وحكاياتنا احنا اكبر بكتير. القصه دي ما كانتش عن شركه، القصه كانت عن سؤال: احنا فايتنا حاجه ولا دي عقده الخواجه؟ وفي النهايه عزيزي المنجوجو، ولا كورن فليكس ولا فروستد فليكس ولا اي فليكس على وجه الكوكب اللي محل طبق الفول بالزيت الحار. اكتبوا لها في الكومنتات اي براندات او منتجات عايزين منجوجو يحكيها. جود باي منجوجو.